لا، بدنا نواصل رحلة التوقعات. يوسف، من سيتأهل إلى السيمي فاينلز بين المنتخب القطري مع أكرم عفيف والمنتخب السعودي مع سالم الدوسري؟ لو باتيجي أم إغفي رونار، مين رح يتأهل؟ منتخب القطري أكيد، جواب نهائي. إذا قطر إلى النصف النهائي والأخضر السعودي يغادر. الآن بين المنتخب المصري والمنتخب السوداني. منتخب مصر. 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 إذا مصر تضرب موعدا في مربع الكبار مع المنتخب القطري. الآن كلاسيكو شمال إفريقيا بين المغرب وتونس. تونس بالصف الأول مع سامي طرابلسي، والمغرب مع طارق سكيتيوي المتوج مع هذا المنتخب بأمم إفريقيا للمحليين. من سيواصل؟ منتخب المغرب. موروكو. أكيد، بس تونس بالصف الأول وعملوا أن بون باركور بالتصفيات، بس أحس سجلهم مثالي، لم تتلقى تونس أي هدف في شباكها. أحس منتخب المغرب يتأهل. على مسؤوليتك؟ على مسؤوليتي. إذا أسود الأطلس إلى مربع الكبار وتونس تغادر المنافسات. الآن بين محاربي الصحراء وبين المنتخب الموريتاني. محاربي الصحراء. محاربي الصحراء. إذا الجزائر تصطدم في بالمغرب في النصف النهائي. يعني يوسف، عندك 3 منتخبات شمال افريقيا ومنتخب واحد عربي اسيوي هو المنتخب القطري. هل جاملت المنتخب القطري ولا انت برايك قادرين يتاهلوا؟ هل جاملتهم لانه اصدقائك مع السد هن لاعبين المنتخب وانت بتلعب بقطر؟ كان في مجامله باختيارك؟ لا، تحس تقول باللي عاطفي، بس والله ما خيرت شو نحس. حس كان منتخب قطر عندهم منتخب اللي يقدرون يتأهلوا، يقدرون يعملوا بطولة مشرفة. أنا أحس هادو ما يكونوا في نصف النهائي. قبل ما نواصل التوقعات رح نوصل لفقرة لو أعطيتك. لو أعطيتك. إيه. أوكي. يعني si je te donne quelque chose. أوكي. لو أعطيتك إفاسور ممحات، أي لحظة من مسيرتك بتمحيها؟ جي إفاس. الإصابات. لو أعطيتك فرصة تعيش مباراة وحدة من جديد لتغير الريزولتا، أي مباراة بتختار؟ الجزائر كاميرون. لو أعطيتك حرية الانتقال لنادي عالمي، أي نادي بتختار؟ مدريد. لو أعطيتك بطاقة حمراء ريد كارد، بوجه مين بترفعها؟ شخص، موقف؟ شخص كيف ريد كارد اللي بيرفعها الحكم. أنا قلت لك هلا عندك ريد كارد، لمين بترفع له إياها؟ البطاقة الحمراء. لمن أرفع بطاقة حمراء؟ الحكم ضد كاميرون. لو أعطيتك عصا سحرية ماجيك ستيك، شو بتغير بالوطن بالعالم؟ سلام لابي. يوسف، من ال4 منتخبات رح تأهلون لنهائي كأس العرب؟ منبلش بين قطر ومصر. راح تكون مقابلة صعبة، راح تكون مقابلة بزاف صعبة. اوكي، نروح مع قطر. أكيد. ليش بتحس قطر؟ حس أرضهم أمام أرضهم، جماهيرهم. راح تكون مقابلة صعبة، مقابلة بالك تروح 120 دقيقة، بس أحس نفس الأخير يعود لقطر. إذا مصر تودع وقطر تتأهل إلى نهائي كأس العرب.
هلا بين الجزائر والمغرب. انت كنت من اول حلقة حسيتك انه انت حابب المغرب ترفع الكأس لو لم تكن الجزائر طرف في النهاية. هلا مين رح تختار؟ لا، أحس إنه الجزائر بعد تفوز كيما الخطرة اللي قبلها. بس المغرب منتخب قوي جدا. منتخب قوي، راح تكون مقابلة كي تلحق النصف النهائي، حيكونوا مقابلات على دي ديتاي صغار باش تفوز بها. بس احس الجزائر بالكونفيونس اللي خداو كاس اللي قبلها يروحوا الى النهائي. بتحب تكون موجود ضمن تشكيلة المنتخب الجزائري بس لتلعب ضد المغرب؟ ايه، احب اكون باش نلعب البطولة. هي بطولة قوية، بطولة في قطر، فيها مباريات قوية، فيها منتخبات قوية. تكون بطولة قوية وجيدة. اذا جواب منتخب نهائي الجزائري. هذا الشوا دو كور، مع انه حسيتك متردد ولا شوا دو كور، وحس ان الجزائر عندها فريق اقوى قوي. إذا المغرب تودع والجزائر إلى نهائي كأس العرب لمواجهة المنتخب القطري. بالنسخة الماضية التقت الجزائر ومنتخب قطر بالسيمي فاينلز، بس فازت الجزائر. قبل ما أعرف هوية البطل بدي أسألك سؤال. يعني اليوم يوسف عطال رح يكون ضمن تشكيلة المنتخب يلي رح تخوض كأس إفريقيا بالمغرب. ماذا يعني لكم وللجزائر التتويج بهذه البطولة وعودة الجزائر بقوة في كأس إفريقيا وتحديدا في المغرب؟ وكيف هي الأجواء مع المدرب الجديد فلاديمير بيتكوفيتش؟ لا، البطولة كأس إفريقيا راح تكون بطولة قوية، سورتو في المغرب. راح تكون ملي يحب يعمل بطولة قوية لازم يكون مركز، محضر بدنيا ذهنيا. كأس إفريقيا كل سنة كل نسخة تولي منتخبات بتطور نفسها، متطورة صعبة باش تتأهل. احنا شحال من كأس إفريقيا ما تأهلنا في المجموعة. طب شو بتوعد الجماهير؟ ايه، شو بتقلن اليوم بتوقعاتي قبل البطولة؟ ايش من البطولة؟ شو بتوعدهم؟ مساج في الكأس إفريقيا؟ ايه لا، نوعدهم جاهزين ايه، لنشوف جاهزين. الجزائر اللي بنعرفها. لا، جاهزين، نروح نشرفوا الجزائر وان شاء الله نأدي كأس إفريقيا في المستوى. واحنا رايحين باش نعمل شيء، مش رايحين باش نلعب. هذه اي بطولة نلعبوها نحاولوا نقدموا بطولة قوية، وان شاء الله نتمنوا الخير ان شاء الله. 1 2 3 فيفا الجزائر. طيب يوسف، سؤال بعد له خصة بمسيرتك الحالية مع الأندية. البعض بيقول أنك غادرت أوروبا مبكرا. هل كانت بالنسبة لك خطوة ندمت عليها أم بالعكس راحة نفسية؟ لا، راحة نفسية الحمد لله. أنا مرتاح في قطر. بتفكر العودة إلى أوروبا؟ لا، نو، إلا مع ريال مدريد. إلا مع ريال مدريد. طيب يوسف، الآن يعني هيدا مم سيناريو تبع النسخة الماضية، التقت الجزائر بالنصف النهائي مع المنتخب القطري. الآن بين لوبيتيغي المدرسة الإسبانية، الفكر الإسباني يواجه الفكر الجزائري، المدرب الوطني مجيد بوقرة. أكرم عفيف يواجه زملائك. شو راح تكون لو تكون هاد النهائي راح تكون نهائي صعب، نهائي في قطر ضد الجزائر. راح تكون نهائي جد قوي. قطر عندهم فريق قوي، بس مدافعين الجزائر، مدافعي الجزائر المحليين أصحابك قادرين يوقفوا أكرم عفيف؟ معقول تعطيهم الوصفة السحرية كيف يوقفوا أكرم عفيف؟ ايه، حتلعب دبل ايجنت؟ لا
باش توقفه صعب، بس اكيد قادرين بالإرادة بالقوة قادرين، طيب بس حتكون صعب. اوكي، اذا احد من زملائك المدافعين اتصل فيك قبل الفاينل وقال لك اعطيني ادفايس او نوع من التبس لوقف اكرم عفيف، يقول شو بتقول له؟ بتقول له ما خصني ولا شو بتقول له؟ لا، يكون اكثر انتليجون عليه، يكون ذكي. يكون متركز 100%. من هو بطل كأس العرب 2025 على مسؤوليتك يوسف؟ نروح شوية. لا حس تفاصيل القلب ما يخليني نتخلى على الجزائر. انا احس ان الجزائر بتفوز بكاس عرب تانية ان شاء الله. إذا الجزائر تتوج بطلة لكأس العرب 2025 للمرة الثانية في تاريخها على مسؤولية يوسف عطال.